أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير. طبختي لليوم هي كبسة، وهلأ هيك حطيت الزيت على النار والسمن، بدي أحط عليه البصل. شايفين كيف أحبتي؟ حطيت عليه البصل حتى يتقلى شوية. هيك هلأ البصل بقلب البصل هيك، بقلبه وبعدين بحط عليه بس يتقلى بشوي هيك على النار، خليه يتقلى لمدة دقيقتين ثلاثة. خليه يتقلى لمدة دقيقتين ثلاثة، وبعدين بحط عليه في عندي أنا فارمة هنا بندورة وفليفلة وحبة ماجي مثل ما بتشوفوا، هاي حبة الماجي أحبتي، وبندورة وفليفلة، وكمان مقطعة جزر وزبيب، هيو مثل ما انتم بتشوفوا. جزر حبة هيك شكلها، هي حبة الجزر شايفينها كيف مطاولة. والدجاج ايش عملت فيه؟ قطعته. هلا هاي الطبخة بتكفي لأربع أشخاص. قطعت الدجاج لتقريبا 4 قطع مثل ما انتم بتشوفوا. هيو شايفين كيف الدجاج قطعته وقليته شوية، وهلا بدي أحطه على البصل. شايفين كيف؟ هيو حطيت الدجاج على البصل. هاي الطبخة كتير كتير انطلبت مني. هاي بنحط الدجاج على البصل عشان يتقلى كتير منيح كمان معاه، مع اني انا قليت الدجاج بشوية زيت زيتون لحال قبل ما احطه على البصل مثل هيك. شايفين كيف؟ عشان الزفارة وهاي الاشياء، مع انه ما راح يكون فيه ولا نقطة زفارة. عارفين ليش احبتي؟ هذا الدجاج حطيت عليه خل، نقعته بالخل ونقعته بالملح وغسلته كتير منيح، يتغسل مرة ومرتين ويتنضف كتير منيح من الدهون اللي عليه، فبطلع بهذا الشكل بشكل قلب ما فيه ولا أي زفارة نهائيا. هلا هيك بقلي الدجاج مع البصل كتير كويس، خليهم يتقلوا مع بعض، ومع كمان سنين توم فرمتهم وقليتهم. وهلا ايش بعمل؟ بحط البندورة والفليفل اللي فرمتهم. شايفين كيف احبتي؟ هيدا حطيت البندورة والفليفل، خليهم يتقلوا مع بعض زي هيك. وبعدها ايش بدي احط عليهم؟ بدي احط عليهم البهارات احبتي، وكمان الجزر. وهي الجزر، هاي الكبسة بدي أعملها زي ما بقولوا كبسة إلهام، هاي اللي بتكون فيها طراوة شوي. في شو الفرق بين كبسة إلهام والكبسة العادية؟ إنه بكون فيها شوية طراوة، ما بتكون يعني ناشفة، لا بيكون فيها شوية طراوة. هلا هيك حطيت الجزر مع مع الدجاج مع الفلفل مع البندورة مع الأشياء هاي كلها طيبة. وهلا إيش بدي أحط عليها؟ بدي أحط عليها البهارات. إيش البهارات بتحتوي؟ هلا بحكي لكم إيش حطيت هدول البهارات. هاي البهارات هاي كلياتها. هلا البهارات هاي بتحتوي على معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقتين صغار من الكاري، معلقتين ها مش معلقة واحدة، معلقتين من الكاري. وعليهم كمان أحبتي نص معلقة فلفل أسود، وربع معلقة قرفة، ونص معلقة من الكركم. عشان الكركم زي ما بحكي لكم دائما كثير مفيد، بسحب السموم من الجسم. شايفين منظر الدجاج والأشياء كلها والخضار ما أطيبه طلع؟ شايفين كيف شكله؟ هلا بحط عليهم معلقة رب البندورة ومعلقة دبس فليفلة. دبس فليفلة كمان كثير بعطيهم زكاوة أحبتي، كثير زاكي دبس الفليفلة عليها، ومعلقة رب بندورة. شايفين كيف؟ هيهم قاعدين بتقلوا هلا على نار عالية طبعا، وخليهم هيك على نار عالية، خليهم لما يتسبكوا كثير منيح، ولما ينحط عليهم رب البندورة وينحط عليهم شو اسمها دبس الفليفلة زي ما حكيت لكم. وبعدها أحبتي بنحط عليهم مية، يعني حوالي لتر ونص مية حتى يستووا. بدهم تقريبا ساعة إلا ربع. يعني انتم شايفين الدجاج ما بده كتير، ساعة إلا ربع بيكون تقريبا مستوي، لأنه لسه كمان بده يستوي مع الرز. مع الرز البسمتي هذا كمان بده نص ساعة، فبيكون استوى على الآخر. أو إذا ما بدكم تستووه تحطوه مع الرز جوا، تقدروا الدجاج تطلعوه بعد ما يستوي زي هيك وتحمروه أحبتي،
تحمروه أو تقلوه. ساعتها بده مش ساعة إلا ربع على النار، بده ساعة كاملة، ساعة وربع تقريبا. خليه على النار عقبال ما يستوي كثير منيح ويتنحنح ويصير بشهي. بعدها حطوه أحبتي بالفرن مثل ما انتم بتحبوا بتفضلوا. بتحبوا تشوه بالفرن، بتحبوا تقلوه بصير مثل الطريقة اللي انتم بدكم اياها. بس هاي اهم اشي زي ما حكيت لكم، المكونات والمطيبات هاي كلياتها اللي حطيتها عليهم، هاي اهم اشي. وهيك بتتسوى هلا الطبخة مع بعضها. وهلا زي ما قلت لكم بدي احط عليها معلقة رب البندورة ومعلقة دبس الفلفل. شايفين ما اطيبهم؟ كثير طيبة، كثير 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 طيبة، للي طلبوني اياها بتشهي القلب عن جد. وبعد شوي بدي احط عليهم، هلا بدي اسيبكم يتقلوا شوي، بدي احط عليهم زي ما حكيت لكم رب البندورة ودبس الفلفل، واحط عليهم مية حوالي لتر ونص وخليهم يستووا مع بعض. وبعدين ان شاء الله بنحط عليهم الرز. بس تجهز بورجيكم كيف طلعت. هاي اهم اشي، تقيدوا بهاي التعليمات تطلع بتشهي القلب معكم. وانا حاطة كوبين مقات من الرز، حطوا عليهم 3 معالق صغار ملح، تطلع رائعة جدا، لأنه في الجزر فيه شوية حلاوة، باخد من الملح، بمتص من الملح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل هيك عفوا بدي أحكي لكم قديش حطيت بندورة حطيت عليها حبتين بندورة، هاي الدجاجة حبتين بندورة، وحطيت عليها 3 حبات من الجزر كبار، وحطيت عليهم حبتين راسين بصل، وسنين من الثوم كمان كبار. واللي بده يزيد على كيفه ما بيأثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.